الدول الشقيقة. ختاما سيد الرئيس، أود أن أطلق نداء تاريخيا، وهو نداء من أجل إدراج الصحراء المغربية في سلامة الأراضي المغربية. وختاما أود أن أعيد التأكيد على أمر واضح للجميع، وهو حقيقة واقعة: الصحراء دائما وأبدا كانت مغربية. الصحراء مغربية وسوف تظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بهذه الكلمات متابعينا الكرام، كما استمعتم، صرح السفير المغربي عمر هلال ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة أمام اللجنة 24 في الأمم المتحدة. وكما استمعتم متابعينا الكرام، المغرب يطلب رسميا من خلال الممثل الدائم ديالو السفير عمر هلال أن يطلب رسميا، اسمعوا مزيان، سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة 24 في الأمم المتحدة، لأنه كما نعلم جميعا متابعينا الكرام، وكما نقول دائما وكما نؤكد دائما، ملف الصحراء المغربية انتهى. ملف الصحراء المغربية انتصر فيه المغرب، ملف الصحراء المغربية كسبه المغرب، ملف الصحراء المغربية سحق فيه الأعداء الذين كانوا يريدون مواجهة المغرب، سواء عسكريا سواء دبلوماسيا سواء اقتصاديا سواء على جميع المستويات. هذا الملف انتهى، وبالتالي شاهدنا واستمعنا إلى السفير عمر هلال يطلب رسميا لأول مرة سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة 24 في الأمم المتحدة، لأنه هذا الملف ما بقى فيه والو، انتهى وكسبه المغرب. المغرب كسب الأرض وكسب الواقع وكسب الخيرات ديال الصحراء وكسب المدن ديال الصحراء، حتى المنطقة العازلة اللي هي منطقة عسكرية ما بقى حتى شي مخلوق يقدر على أنه يدخل لها. وبالتالي هذا الملف انتهى إلى غير رجعة. وكما قال السفير عمر هلال، الصحراء مغربية، وهذا واقع لا يمكن لأي مخلوق فوق هذه الأرض أن يغير هذا الواقع، وسوف تظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما استمعت في نهاية التصريح ديال السفير عمر هلال. إذن المغرب يطلب رسميا سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة 24 في الأمم المتحدة. بطبيعة الحال كنا ننتظر هذه الخطوة وكنا ننتظر هذه الإشارة، لأنه واقعيا وعلى أرض الواقع هذا الملف انتهى وكسبه المغرب على جميع المستويات. وبالتالي سحب الملف وإنهاء الملف على مستوى الأمم المتحدة هذا هو العمل الذي يجب يعني القيام به. وكما استمعنا للسفير عمر هلال أعلنها، وبشكل تاريخي كما قال، بشكل تاريخي المغرب يطلب سحب الملف من اللجنة 24 لأن هذه القضية انتهت ولا رجع فيها. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.